الحكاية بتبدأ في مدينة لندن مع جاكي وهو مستني بنته كيت عشان تخرج من المدرسة. جاكي مواطن صيني هاجر لإنجلترا من سنين طويلة وبقى عايش فيها هو وبنته الوحيدة، ده غير انه كان حاسس بسعادة لانها انهت المدرسة الثانوية اخيرا وهتدخل الجامعة قريب، عشان كده امرها تبعد عن الخطر وتخلي بالها من نفسها. فبنته قالت له ما يقلقش عليها لانها هتكون بخير. بعد كده نزلت من السيارة ودخلت مطعم قريب عشان تحتفل بالنجاح مع اصدقائها. لما جاكي يحاول ينطلق بطريقه في سائق متهور وقف قدامه فجأة وخبطه بشدة، فجاكي نزل من السيارة عشان يتخانق معاه، لكن فجأة وبدون سابق انذار في قنبلة رهيبة جدا انفجرت في المطعم اللي بنت جاكي موجودة بيه، والمكان كله انقلب لفوضى. بعد دقايق بسيطة جاكي فاق من الصدمة وجري على المطعم عشان يطمن على بنته. في الوقت ده خبر انفجار القنبلة وصل مركز الشرطة، واول ما رئيس المركز عرف بلغ القوات يتحركوا باقصى سرعتهم. بالفعل البوليس ورجال المطافي والاسعاف وصلوا مكان الانفجار، ولما احد الصحفيين كان بيصور الضحايا بنعرف ان جاكي بيحضن بنته وبيعيط عليها لانها توفت وما قدرش ينقذها. بعد الحادثة جاكي رجع غرفة بنته وحس بحزن شديد لانه افتكرها اول ما شاف العابها القديمة ولانها توفت وهي صغيرة قبل ما تدخل الجامعة. بعد كده بنقابل ليام سياسي كبير، واول ما سمع خبر الانفجار جمع كل اتباعه وقال انهم لازم يحققوا في القضية دي ويعرفوا مين اللي عمل كده باسرع وقت، والا انجلترا كلها هتتحول لفوضى. في الوقت ده اتنين محققين وصلوا المطعم الخاص بجاكي وطلبوا من مساعدته انهم يقابلوه، واول ما سالوه عن عائلته جاكي عيط لان زوجته وابنه توفوا في الصين وما كانش باقي ليه غير بنته كيت وبس. للاسف كل تحقيقات البوليس فشلت وما كانوش قادرين يوصلوا للاشخاص اللي سببوا الانفجار، وجاكي حس باليأس لدرجة انه قابل رئيس مركز الشرطة وعرض عليه كل الفلوس اللي معاه عشان يساعده، فالضابط رفض طلبه وقال انهم بيحققوا بكل قوتهم واول ما يوصلوا لاي ادلة هيبلغوه باسرع وقت. فجاكي شكره ومشي من المكان في صمت. جاكي عرف ان البوليس مش هيرجع له حقه وبدأ يحقق في القضية بنفسه عشان يلاقي قاتل بنته، وبعد ساعات من البحث وصل لرقم ليام وعرف انه كان مجرم زمان لكنه قضى مدته في السجن واصبح سياسي مشهور، ده غير انه شاف ليه لقاء على التلفزيون وهو بيتكلم عن الحادثة. وهنا مساعدة جاكي ظهرت وطلبت منه يسيب القضية دي للبوليس لانه كبير في السن وممكن يأذي صحته، بس جاكي رفض يسمع لها واتصل على ليام عشان يسأله اذا كان يعرف مين سبب الانفجار ولا لا. طبعا ليام قال انه ما يعرفش مين السبب وتأسف لجاكي على اللي حصل، لكن جاكي حس انه بيكذب ومخبي عليه بعض المعلومات، فعرف انه لازم يرجع حقه بايده. بعد كده حرق صورة عائلته وسلم ملكية المطعم الخاص به لمساعدته وقال لها انه هينطلق للانتقام. طبعا مساعدة جاكي اتصدمت من اللي عمله، ولما حاولت تكلمه اتفاجئت انه اخد الشاحنة وهرب من البيت. جاكي اخرج شريحة التليفون ودمره تماما عشان مفيش اي حد يقدر يتتبعه، ده غير انه اخد مجموعة معدات من المخزن وبدأ في تنفيذ خطته. تاني يوم جاكي راح لهوتيل وسط المدينة واجر غرفة هناك. بعد كده وصل مكتب ليام وطلب من السكرتيرة انه يقابله. في البداية الحراس اتخانقوا مع جاكي وحاولوا يطردوه، لكن اول ما ليام شافهم طلب منهم يسيبوه في حاله، واخيرا جاكي وليام قعدوا يتكلموا مع بعض وش لوش. في البداية جاكي قال لليام انه كان مجرم قديم قبل ما يبقى سياسي وممكن يعرف مين سبب الانفجار، بس ليام انكر كل كلامه وكان واضح انه بيكذب، فجاكي اخد نفسه ومشي. بعد كده دخل دورة المية وهناك قدر انه يصنع قنبلة موقوتة باستخدام ازايز الكحول وعلبة كبريت مع سيجارة، ولما ليام كان بيتكلم مع السكرتيرة قنبلة جاكي انفجرت وقلبت المكان لفوضى. اول ما البوليس وصل قالوا ليام ان القنبلة كانت مزيفة وتعتبر مجرد تحذير بسيط، ده غير ان جاكي اتصل عليه وقال له مش هسيبك في حالك الا لما تعرفني مين سبب الانفجار وقتل بنتي. طبعا ليام اتجنن وفقد اعصابه وامر اتباعه يفتشوا كل الهوتيلات بالمدينة لحد ما يلاقوا جاكي ويقبضوا عليه باي تمن. وهنا بنعرف ان جاكي محترف بصناعة القنابل واستخدام الاسلحة لانه كان شغال قاتل محترف زمان، ولما كان بيجهز معداته اتفاجئ ان اتباع ليام وصلوا للهوتيل الموجود بيه وحاولوا انهم يدخلوا غرفته. طبعا جاكي قرر يهرب وينجو بحياته، لكنهم فضلوا يطاردوه بدون تردد وحاولوا يخلصوا عليه. مع ان جاكي كبير وعنده 60 سنة الا انه ماهر بالفنون القتالية ولياقته البدنية عالية جدا، عشان كده قدر يتفادى اعدائه بسهولة ومسك 2 منهم روقهم باستخدام حركاته الاسطورية بالكونج فو وهرب من الهوتيل بسرعة البرق. طبعا ليام اتعصب بشدة على اتباعه وقال لمساعده انه ضعيف لانه مش قادر يقبض على راجل عجوز، فمساعده عرفه
يعرفوا ان جاكي مقاتل خطير وملهوش حل. بعد فترة قصيرة ليام قال لزوجته انهم هيبعدوا عن المدينة وهيعيشوا بجانب الغابة لان جاكي ممكن يأذيهم، ده غير انه كلم ابن اخوه جون عشان يساعده. جون قاتل مأجور وليام كلمه عشان يعرف مكان جاكي ويخلص عليه. بالليل جاكي استمر في اصطياد اتباع ليام واحد ورا واحد، وعرف انه هينتقل لبيت بجانب الغابة، فاخد سيارته وتتبعه بدون ما يحس. واول ما ليام وصل وجهته حس بالامان وطلب من مساعده يشدد الحراسة، لكنه ما يعرفش ان جاكي موجود وسط الغابة وجهز معداته للهجوم عليه. جاكي استغل ان الدنيا مظلمة وتسلل بهدوء رهيب، بعد كده غفل الحراس وافقدهم الوعي بسرعة البرق، ده غير انه زرع قنبلة مدمرة فجرت جزء كبير من البيت واختفى في ثواني. طبعا ليام ومساعده حسوا بالرعب وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي، عشان كده طلبوا مقاتلين زيادة من اجل مساعدتهم. واول ما المقاتلين وصلوا اتفاجئوا بقنبلة موقوتة على ابواب البيت فجرت واحدة من سياراتهم. وهنا مساعد ليام الذكي استنتج ان جاكي مستخبي في الغابة، وامر كل اتباعه يفتشوها بدون تردد لحد ما يمسكوه. بالفعل اتباع ليام دخلوا الغابة بحذر، لكنهم ما يعرفوش ان جاكي كان بيراقبهم ومستعد ليهم. واول ما بدأوا يقربوا منه وقعوا بالفخاخ زي الخرفان، وجاكي اصطادهم بسهولة تامة. لكن فجأة مساعد ليام ضربه بالنار في كتفه واصابه بشدة، بس جاكي سريع وهرب منه على اخر لحظة. واول ما ليام عرف اللي حصل في الغابة انفجر من الغضب وقال انه لازم يبلغ جون ابن اخوه عشان يتعامل مع جاكي، لانه الوحيد اللي عنده المهارة الكافية لهزيمته. بالوقت ده جاكي كان بيفكر في حاجة واحدة بس، وهي الانتقام لبنته اللي ماتت غدر. بعد كده اخد خنجر ساخن ووضعه على الجرح عشان يعالجه، لكنه فقد الوعي من الصدمة وبدأ يفتكر الماضي. وهنا بنعرف ان جاكي وعائلته كانوا بيهربوا من الصين بسبب الحرب، وللأسف وسط القتال زوجته وابنه اتخطفوا وما قدرش ينقذ غير بنته كيت اللي ماتت في الانفجار. اما ليام فتح قاعدة البيانات وبحث عن جاكي، لكنه اتفاجئ انه كان سفاح محترف في القوات الخاصة للجيش الصيني وعنده مهارات رهيبة باستخدام الأسلحة والمتفجرات المميتة، فحس بالرعب الشديد. بعد فترة قصيرة صديق ليام القديم ظهر. صديق ليام كان مجرم زمان لكنه اصبح سياسي كبير، واول ما ليام سأله اذا كان يعرف حاجة عن الانفجار ولا لا قال انه مش عارف ايه اللي بيحصل، ولو وصل لاي دليل هيبلغه بدون تردد. بس ليام كان شاكك انه بيكذب عليه، واول ما دخل مكتبه عشان يستريح سمع صوت غريب جاي من مكان قريب، فحاول يستخدم مسدسه لكنه اتفاجئ انه مختفي واتسبب من الرعب لما عرف ان جاكي موجود في البيت. جاكي هدد ليام وامره يعرفه مين اللي سبب الانفجار، فليام اقسم ليه انه ما يعرفش مين السبب ووعده انه لو وصل للحقيقة هيعرفه باسرع وقت. فجاكي صدقه المرة دي وسابه يعيش. تاني يوم وسط مدينة لندن بنعرف ان في انفجار حصل باتوبيس عام، بس المرة دي البوليس كانوا مستعدين وقدروا عن طريق كاميرات المراقبة يعرفوا ان صديق ليام يبقى واحد من الناس اللي سببوا الانفجار. فرئيس الشرطة بلغه وعرفوا ان صديقه بيكذب عليه. طبعا ليام انفجر من الغضب وراح عشان يتكلم مع صديقه وقال انه كذب واقنعه انه ترك حياة الاجرام، لكن صديقه اعترف بكل حاجة وقال ان هو السبب في الانفجار الاول وقتل بنت جاكي. فليام هدده واجبره يكتب اسماء كل المجرمين اللي ساعدوه في تنفيذ الانفجارات. بعد كده خلص عليه وبلغ رئيس الشرطة بالمعلومات اللي اكتشفها. في الوقت ده جون استجاب اخيرا لطلب عمه ليام ووصل الغابة عشان يخلص على جاكي، ده غير انه تتبعه باعجوبة وعرف مكان اختبائه لانه اتدرب في الجيش الامريكي لسنين طويلة. بس جاكي كان مستعد ليه، واول ما جون قرب منه هجم عليه بشراسة رهيبة. في البداية جون اتفوق على جاكي لانه اصغر منه في السن، لكن جاكي خبرته كبيرة جدا في القتال ومع انه مصاب في كتفه قدر يستجمع قوته وهزم جون في النهاية، لكنه رفض يقتله وسابه يعيش. جاكي اتكلم مع جون وعرف انه جندي عمليات خاصة زيه وان والده توفى وهو صغير وعمه ليام هو اللي رباه، فحس بالشفقة عليه وحرره من الاسر بشرط انه يعرفوا مين هم الشباب اللي سببوا الانفجارات. بالفعل جون قال لجاكي على كل المعلومات اللي يعرفها، واول ما روح البيت حكى لعمه على كل اللي حصل بالتفصيل. فليام حس بالغضب منه لانه فشل بمهمته وجاكي هزمه بالقتال. اما ضباط الشرطة حددوا مكان الشباب اللي زرعوا القنابل وجمعوا كل القوات الخاصة عشان يقبضوا عليهم، وفي نفس الوقت جاكي اتنكر على شكل عامل صيانة ودخل المبنى اللي المجرمين عايشين فيه. بعد كده كلم صاحبة المبنى واقنعها ان في مشكلة في الغاز ومحتاج يدخل الشقة الموجود بيها المجرمين عشان يصلحها. بالفعل خطة جاكي نجحت، لكن المجرمين كانوا شاكين فيه، واول ما طلبوا منه يفتح شنطته جاكي اظهر ان فيها رشاش وكلهم نزلوا طحن في بعض. بس جاكي ردت فعله سريعة ومهارته اسطورية في القتال وقدر انه يخلص عليهم كلهم ورجع
حقه اخيرا لانهم سببوا موت بنته. ده غير انه هرب على اخر لحظة قبل ما قوات البوليس تدخل الشقة. جاكي اختفى وسط الناس والبوليس ما قدروش يعرفوا انه سبب الفوضى اللي حصلت. اما ليام اتطرد من منصبه كسياسي لان قائد المجرمين كان صديقه القديم، واول ما روح بيته اتفاجئ ان جاكي موجود. جاكي كان معاه مستندات بتكشف ماضي ليام الاجرامي، واجبره انه ينشرها على الانترنت بنفسه عشان الناس تعرف حقيقته. وفي يوم من الايام مساعدة جاكي كانت بتنظف المطبخ وسمعت صوت غريب، لكنها اول ما بحثت عنه عرفت ان جاكي رجع المطعم من جديد، فحست بسعادة كبيرة ورحبت بيه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.